قطعت جوزها حتت علشان خاطر ترضي عشقها، وعلى الرغم من كده عشماوي ما كانش قادر ينفذ فيها حكم الإعدام من شدة جمالها، وعيط بالدموع علشان يغطي وشها ويقدر ينفذ الحكم. حكاية النهاردة عن صاحبة أبشع جريمة في مصر كلها، ملكة جمال الشرقية، اللي من كتر براءتها عمرك ما هتصدق الجريمة اللي ارتكبتها. دعاء سمير كانت من أسرة ميسورة الحال جدا، أغنياء وعندهم أراضي وأملاك، ودعاء كانت متربية على أعلى مستوى. ده غير إنها كانت شديدة الجمال، كل ملامح الأنوثة موجودة فيها، ومحدش كان بيقدر يقاوم جمالها، لدرجة إنهم طلعوا عليها لقب برنسيسة منيا القمح. وطبعا واحدة بالمواصفات دي كان بيتقدم لها أشكال وألوان. لكن القلب وما يريد، دعاء وقعت في حب شاب مش من طوبها واسمه علي. رغم كده هي كانت قابلاه بكل ظروفه، لكن لما جه وتقدم لها أهلها رفضوه تماما وقالوا إنه مش من مستواهم. وهنا قرر علي إنه يسافر برا مصر وينسى خالص حدوتة دعاء، اللي في نفس الوقت ده جالها عريس من قرايبهم ووافقت بيه وخلفت منه بنت ما تقلش جمال عنها نهائي. وبعد سنتين من حياة مستقرة مع جوزها، وهي ماشية في الشارع تصادف وتقابل علي اللي كانت على علاقة بيه، أخدوا أرقام بعض ورجعت كل حاجة زي ما كانت. بس دعاء كانت عايزة تتقابل مع علي أكتر من كده، فحطت خطة ما تجيش على بال الشيطان، وهي إنها تزن على جوزها المهندس إنه شغله معاه المساعد بتاعه، وده بحجة إنه أخو صاحبتها، وجوزها علشان مش بيرفض ليها طلب وافق على طول. وبالفعل جوزها وافق وبقى يثق فيه أكتر من نفسه، وبياخده يوميا معاه البيت علشان يتناقشوا في أمور الشغل، من غير طبعا ما يكون عارف إنه ده عشقها. بدأت دعاء تتفق معاه إنهم عايزين يقضوا وقت أكتر مع بعض، وبقى يحطوله المنوم كل يوم في العصير، وأول ما ينام يقضوا هما الليلة مع بعض، لحد ما في يوم حد من الجيران شاف علي وسأل جوزها إذا كان يعرفه ولا لأ، لأنه كان عارف قصة حب دعاء معاه، وقال له إنه على شك كبير من الشخص ده. الشك بدأ يدخل في قلب جوزها، علشان كده قررت تخلص منه قبل ما يفضحها ويكشف الحقيقة. دعاء حطت كمية كبيرة من المنوم في العصير زي كل يوم، وأول لما اتأكدت إنه نام أخدته هي وعشقها على الحمام وذبحته. ومش بس كده، دي كمان قطعت جثته لحتت كتير بالسطور وعبتها في كراتين ونزلت رمتها. لما الأهالي اكتشفوا وجود الجثة محدش شك فيها نهائي، لأنها كانت منهارة وبقالها أسابيع عاملة نفسها بتدور عليه. وفي التحقيقات واحد من الضباط شاف بنت دعاء الصغيرة قاعدة على جنب، سألها امتى يا حبيبتي آخر مرة شفتي بابا، علشان تكشف الجريمة بكل براءة من غير ما تحس. وقالت إنها شافت كل اللي دعاء وعلي عملوه في باباها، لكن دعاء ما تعرفش ده. وهنا كل شيء انكشف واتحكم عليها بالإعدام. ووقت تنفيذ الحكم كانت في شدة الثبات، وأول ما قلعت طرحتها عشماوي انبهر بجمالها وقال لها انتي خسارة في الموت، ولأنه اتفتن بيها رفض يعدمها غير لما تغطي وشها علشان يقدر ينفذ الحكم.